صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل اكله سهله بسيطه ولذيذه جدا، وانت بتاكليها كده ما تبقيش عارفه بتاكلي جلاش ولا بتاكلي فطير شرقي ولا بتاكلي بيتزا. حاجه خطيره. وفي نفس الوقت انا عملتها بالوصفه الاصليه بتاعتها، وفي نفس الوقت فعلا هي مكلفه، فعشان كده جبت لكم الطريقه بتبقى سهله وبسيطه ومش مكلفه. وفي نفس الوقت هقول برضو الطريقه الاصليه بتاعتها، اللي عايز يكلفها مفيش مشاكل، اللي عايز يعملها اقتصاديه زي ما هوريكم النهارده برضو مفيش مشاكل. بصراحة الاتنين طلعوا طعمهم احلى من بعض. زي ما انتم شايفين كده، دي بيتزا او الفطير بالشاورما بالفراخ، قطع الفراخ، وعملناها باللحمة الاقتصادية. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة انا جبت كوباية كبيرة من الزبادي، زي ما انتم شايفين، معلقتين قشطة، ده اختياري، بس القشطة فعلا بتديها دسامة وطعم حلو، ونص كوباية سمنة، ومعلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، ومعلقه صغيره سكر. ضروري معلقه السكر دي يا جماعه، وما بتبانش في الطعم، بس بتدي تيست عالي. نص كوبايه لبن مع التقليب كويس جدا لغايه ما يبقوا كريم. زي ما شايفين كده، جبت الصينيه وابتديت ان انا ادهنها كويس جدا، واجيب لفه الجلاش واحطها زي ما انتم شايفين، نص من بره الصينيه ونص من جوه الصينيه. وكل طبقه من الجلاش لازم ان انا ادهنها بالخلطه بتاعه التوريق اللي انا قلت لكم عليها. زي ما انتم شايفين كده، كل الكميه لازم ان انا ادهنها من الخلطه بتاعه التوريق. اول حاجه بقى، انا هنا حطيت اللحمه المعصجه بتاعتي. اللحمه دي اقتصاديه، لو عايزه تعمليها اقتصاديه ماشي، مش عايزه تعمليها اقتصاديه برضو مفيش مشاكل. بصوا الواناتها خطيره. اقتصاديه اللي هي جبت البصله، ابتديت ان انا ادبلها، وحطيت اللحمه المفرومه الكميه اللي انا عايزاها، وابتديت ان انا احط الجزر المبشور معاها، وكله بشوحه مع بعض، والكوسه والفلفل برضو المفري، زي ما انتم شايفين، او قطعه كبيره او صغيره اللي يعجبكم، والملح بتاعي والبهارات والفلفل، وطبعا بنص كوبايه ميه سخنه يا ريت ما استوت. وبرده شاورمه الفراخ عملتها كده نفس النظام. بصوا زي ما انتم شايفين كده، والله طالعه الاتنين خطيره. زي ما انتم شايفين كده، انا ابتديت ان انا اقفلها واحط برده خلطه التوريق، وهبتدي ان انا احط ورقه من فوق الوش. ولو بقى هنا عايزين الخلطه الاصليه كان عليها هنا، انا حطيت هنا فلفل الوان وحطيت زيتون. لو انت عايزه تحطي جبنه موتزاريلا او جبنه رومي، جبنه شيدر، ميكس جبن، دي اختياري، بس هي هتبقى مكلفه. لكن انا دايما بحب ان انا عشان غلاء الاسعار اجيب لكم الوصفات الحلوه اللذيذه، وفي نفس الوقت ما تبقاش مكلفه عليكم. طبعا عندك الاختيارين، يا اما تعمليها المكلفه يا اما تعمليها الاقتصاديه، والاتنين احلى من بعض. زي ما انتم شايفين، حطيتها في الفرن بعد ما خلصتها، طلع خطيره. بصوا منفوخه ازاي وطريه وجوسي من جوه، ومن بره زي ما انتم شايفين مقرمشه، طالعه خطيره يا جماعه. وهنا برضو عملت واحده بالفراخ، ممكن بالبانيه، ممكن ممكن يعني باي حاجه، ممكن بالجبن، ممكن لو عايزه تعمليها اقتصاديه جامد قوي، يعني ممكن انك انت تعمليها بالبطاطس البيوريه عليها معلقتين لحمه مفرومه، استغني عن اللحمه المفرومه. بالجبن، اعملي باللي يعجبك. زي ما انتم شايفين كده، يا رب وصفتي تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير، اشتراك في القناه، ومتنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى مورقه والجمال ازاي، خطيره. زي ما انتم شايفين، اعملوا الحشوات اللي تعجبكم، كلها هتطلع من ايديكم زي الفل. بصوا بقى جميله ازاي، مورقه. بصوا بقى دي بالفراخ، بصوا قطع بانيه، ممكن بفراخ بايته مفيش مشاكل، متبقيه مسلوقه. الحشو دي اللي تعجبك، يا رب تعجبكم يا رب. بصوا زي ما انتم شايفين، مورقه. بصوا بقى الجبنه الموتزاريلا هتحطوها من فوق الوش لو عايزين، اختياري. لو مش عايزين هتعملوها بنفس الطريقه، وبرده هتلاقوها حاجه كده اخر طعم. بصوا بقى عامله ازاي، بصوا، وطريه ومورقه زي العسل. ان شاء الله تعجبكم يا رب، وسهله.